صباح الخير. النهارده ثانوية ابويا وانا جوايا شوية طاقة رغي كده. فلو لو قادر اقعد معاه شوية. آه، النهارده كان يوم زي السنة اللي فاتت، اصعب يوم مر عليا في حياتي. لان بابا هو فجأة حصل دروب كده من يوم 7/5 تقريبا، ورحنا المستشفى وبعدين بقى كويس، فرجعنا من المستشفى قعدنا يوم في البيت، وبعدين رحنا المستشفى تاني، بعدين حصل دروب فرجعنا المستشفى تاني. الموضوع ده حصل 3 أو 4 مرات، فتخيل 3 أو 4 مرات، كل مرة ترجع البيت على أساس إنه بقى كويس، تنام تقول هرتاح بقى النهاردة، تصحى تلاقيه ما بقاش كويس وتقوم راجع تاني المستشفى. لحد ما عمل عملية بقى أخيرا، بقى الدكتور قال خلاص ده لازم تدخل جراحي. عمل العملية وطمنونا إنه بقى كويس والحمد لله. وزرته أنا، يعني اللي هو إيه، كنت عنده الساعة 11 بالليل، وتاني يوم الصبح بعت له ماما لان انا كان عندي شغل بقى متلتل ولازم اروح اصور، وكان معايا اصحابي حتى رامي سولي وعدني، كنا بنصور فيديو. وفجأة بكلم ماما، بابا اخباره ايه؟ تمام. قالت لي تمام، وقاعدين بنتفرج على التلفزيون وبتاع. بعدها مفيش نص ساعة لقيتها بتكلمني بتقول لي بابا مات. عارف الصدمة اللي انا كنت اسمع عنها بس عمري ما اختبرتها في حياتي. انا خدت التليفون ده هم وعدني كتر خيره، هو كان عينه عليا لانه شافني انا عملت ايه، وهو اللي خد باله، انا غير كده ما كانش حد هياخد باله. انا قمت قافل التليفون بالشكل ده، فتحت كاندي كراش وقعدت العب. انا مش هنا، أنا مش في الدنيا. فعدني قال لي مالك؟ قلت له لا مفيش حاجه، وقعدت اكمل لعب. بعدين حطيت الموبايل كده، قلت له ماما بتقول ان بابا مات. قال لي طب يلا بينا. قلت له لا نخلص تصوير الاول. بقى حاجات بقى، بقول حاجات غير منطقيه. قال لا يلا بينا يلا بينا. قلت له يا ابني نخلص تصوير الاول. قال لي طب. فبعدين لقيته والله العظيم هو خدني من ايدي كده، شدني. انا ما خلاص، انا بقى فقدت السيطره على اي شيء، وركبني العربيه واتحركنا على هناك، ورحنا اخدنا الخبر وكان احد، يعني مش احد، هو اسوأ يوم في حياتي، وربنا يا رب ما يعيده ولا حد يشوف يوم بالسوء ده. يعني فكره كمان ان انت تبقى خلاص سلمت ان هو بقى كويس، وفي العنايه انا اليوم خلاص هو المفروض طلع اوضه عاديه وبقى كويس، وقالوا لنا لا ده احنا توقعنا ان يحصل كومبليكيشنز اكتر من كده بكتير وبتاع، ولم يحدث يعني. فانت خلاص انت مآمن بقى. فسبحان الله يعني. أه... مش عايزه كأني بتكلم معاه، عايز اقول له ان هو بجد هو كان حاجه كبيره قوي بالنسبه لي، ويمكن انا ما يعني كنت مقدر قيمته بنسبه 80%. يعني في 20% كده، ولا 20% دي كبيرة قوي ما حسيتش بيها غير بعد ما هو مشي. الأب ده حاجة. ما أبويا كان عصبي جدا جدا، وكان ليه طابع جدا. أنا أتمنى إني أعيش معاه النهاردة دقيقة من أسوأ يوم لينا في أسوأ خناقة مع بعض، مش أحلى يوم لينا. فكرة إن أول مرة أختبر إن حاجة تروح وما ينفعش تتصلح، أو إن حاجة تروح وما ترجعش، حاجة irreversible من الآخر، حاجة صعبة جدا جدا. ان خلاص انت كده حياتك خدت منحنى تاني. انا دايما اقول انا حاسس ان انا بعيش قصة حياة حد تاني، مش قصتي، مش حياتي، مش يعني خلاص انا عزلت، انا غيرت اللايف ستايل بتاعي تماما. انا عملت كل ده، بسافر كتير، كل ده علشان احاول قدر الامكان ان انا مش انسى، اشتغل بس على ان انا احس ان انا بعمل حاجة مختلفة، حاجة ما كانش هو موجود فيها.
لان الله يرحمه هو كان موجود فيها. بابا احنا لا كان بيدخل لنا كهربائي ولا سباك بابا الله يرحمه ده كان شخص مجتهد جدا وشاطر جدا وبيعرف يعمل كل حاجه، بأمارة ان هو اتعلم على الكاميرا وبقى يصورني. ابويا ده وقف جنبي واقفه، انا لولاه انا عمري ما كنت اعرف اعمل المحتوى ده كله خالص خالص. والموضوع تحول معاه من احتياج ليا ان هو يساعدني لاحتياج ليه ان هو يحس بانجازات، لان ابويا ما كانش موفق يمكن كارير وايز يعني. وكنا يعني انا ما اتولدش فوقي معلقه دهب، انا ابويا كان بيصرف عليا لحد اخر قرش بالمعنى الحرفي علشان ادرس سواء بقى اي جي ولا ادخل جي يو سي ولا بتاع، اللي هو اخر قرش بمعنى اخر قرش يعني. اللي هو كان دايما يقول لي انا عمري ما هبخل عليك لا في تعليم ولا في صحه يعني. الله يرحمه يعني. وده يمكن اللي خلاني ان انا اشتغل من وانا صغير، لان انا كنت بحتاج فكره البوكيت ماني، لان هو يقول لي لا انا علشان احطك في اعلى حته انا مش عارف بقى ان انا اوفر لك بقى فلوس بقى تخرج بيها وفلوس تعمل بيها، فكنت انا اللي بحاول اتكفل بده. وانا شخصيا ما كنتش بقدر ان انا بعد ما شايفه ان هو بيعمل لي كل ده ان انا اروح اقول له انا عايز فلوس اخرج ولا اتفسح ولا اعمل، كنت بعمل ده لنفسي يعني. 5 سنين هو بيصورني في الوقت اللي انا ما كنتش اقدر استعين بحد ماديا يساعدني، وكنا بنصور بكميات رهيبه. وكان الموضوع لما بدأ يكبر وابتدى هو يحسه في الشارع بقى بيبقى سعيد سعادة غير طبيعية. الفيديوهات اللي هو عملها المسقعة والبيتزا والحاجات دي، عايز اقول لكم مرة راح صيدلية، الصيدلي هناك قال له ايه ده مسقعة بابا وبتاع، روح البيت مش مبسوط، اسعد انسان في الدنيا، وراح جاب حاجة المسقعة وعمل مسقعة ووديها له عشان يدوقها. الراجل ده يعني كان مبسوط جدا ومش مصدق ان هو لاول مرة في حياته يجد التقدير اللي يستحقه بسببكم. يعني لما كان حد يكتب له كومنت ولا حد يقول له كلمة حلوة ولا انتوا مش متخيلين، كان احيانا ما بينامش والله. شفت الكومنت اللي قال على اللقطة الفلانية، اهو ده اللي انا بحبه بقى، اهو ده اللي انا بحب ان هم يقدروا كده اللقطات الفنية اللي معرفش ايه. والله عايز اقول لكم والله العظيم 3 احنا كنا ممكن نقعد في اللقطة دي اللي هي بتبقى جزء من الثانية في الفيديو ممكن نقعد فيها يوم. قد ايه هو كان شخص بتاع تفاصيل، وكان مخلص جدا في اي حاجة بيشتغل فيها اي حاجة. ويمكن انا يعني اخلاصه الزيادة ده كنت بشوفه ان هو احيانا اللي هو الدنيا مش محتاجة ده، الدنيا مش مستاهلة ده. ف انا مدين بالفضل في كل حاجة حلوة في حياتي. انا الله يرحمه كان نفسي يعيش معانا حاجات احلى يعني. كان نفسي يسافر معانا، كان نفسي ان هو يجي يعزل معانا، شاب معاه نضيف يعني. هو عانى كتير قوي، بس هو حتى ما كانش بيرضي ان انا يعني ما كانش بيرضى. انا لما حتى كنت اشتري حاجه للبيت كان يحاسبني عليه، يقول لي فلوسك دي حاجه تانية. يعني تخيل هو اللي بيساعدني وبيصورني وجزء كبير جدا من الشغل ده او من العائد ده، وهو مش عايز منه حاجه. لدرجه مثلا ماما عايزه زبادي فاروح انا اجيب الزبادي عادي، يقول لي لا انا مت ولا ايه؟ كام الزبادي ده؟ انت ما تحسبش على حاجه على البيت طول ما انت قاعد فيه. الله يرحمه ويحسن اليه. لو قعدت احكي لكم 20 ساعه فوق اللي انا حكيته ده مش هديله حقه خالص، لان هو كان حاجه كبيره قوي، وكان حد بجد ما تقدرش قيمته غير لما يغيب. خلوا دايما على بالكم
قولوا له الفاتحة، قولوا له الفاتحة. و يعني على قد ما كان بيحاول دايما يسعد كل واحد فيكم، على قد ما حاولوا قدر الإمكان هو يبقى على بالكم تدعوا له. بس يعني بجد قدروا اللي أبوه موجود، قدر نعمة الأب. الأب مهما بلغت درجة بشاعته تو ان اكستنت طبعا، يعني مش أكيد الأب اللي مثلا ساب ولاده وهرب، يعني بتكلم عصبي ليه طبع بتاع، قيمته كبيرة أوي، قيمته كبيرة أوي. أنا أبويا أنا ما كنت اكتشفت إن أنا ما كنتش بمد إيدي في حاجة. أنا أبويا لما مات جيت أملك كاوتش، لقيت الراجل بيقول لي أملك كاوتش على كام عيط. اعمل باي 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 باي.